شايفين الجمال اللي انا شايفاه ده؟ النهارده بقى هنعمل الكنافه الساده. النهارده هوريكم ازاي تعملوا احلى صينيه كنافه. النهارده هنعملها بطريقه بسيطه جدا بدون اي حشوات. هنرجع بقى شويه لزمان كده وايام، يعني الزمن الجميل، زي ما كانوا اجدادنا واهالينا كانوا بيعملوا الكنافه الساده بدون اي حشوات خالص. كنت عملتها معاكم قبل كده بحشوه الكريمه، وعملتها كمان معاكم بحشوه المكسرات. النهارده بقى فضلت ان احنا نعملها ساده خالص بدون اي تكاليف. النهارده هنعملها اقتصاديه، وكمان هوريكم ازاي تطلع زي ما بتشتروها من بره. ممكن تكون احسن كمان، طعمها حلو جدا، طعمها وريحتها في منتهى الجمال. حتى لو الكنافه مش بتظبط معاكم، انا متاكده ان بعد الفيديو ده هتظبط معاكم. وازاي تطلعوها كمان، يعني واخده طبقه قرمشه كده من فوق، وكمان طريه وشاربه كل كميه العسل. يلا بينا على طول بدون رغي كتير نبدا في اول حاجه هنحضرها، طبعا هي الشربات. معايا كوبايتين من السكر، هضيف كمان معاهم كوباية من المية. يعني الكوباية اللي احنا هنعير بيها السكر هي نفس الكوباية اللي هنعير بيها المية. هضيف كمان معاهم معلقتين كبار من عسل النحل. لو موجود عندكم كمان عسل كلوكوز طبعا يفضل يكون احسن، بس انا ما كانش عندي فضيفت معلقتين من عسل النحل. هيدينا برضو نفس يعني طعم عسل الكلوكوز. هنا حطيتهم على النار، واول ما غليت نزلت معلقه كبيره من الفانيليا. طبعا الفانيليا اختياري لو انتوا حابين، وكمان ضفت معاهم عصره ليمونه. هسيبهم بقى كده يغلوا لمدة 5 دقايق. ولو في اي حاجة ظهرت على الوش زي رغاوي كده هنشيلها، علشان بس نخلي بالنا ان العسل ما يسكرش معانا. هسيب بقى كده العسل يعني على نار هادية شوية، عشان بس اتأكد ان هو يتقل، عشان زي ما انتوا عارفين لازم شربات الكنافة يكون تقيل. هنزله بقى ولازم ادخله التلاجة علشان يبرد، يعني لازم يكون الكنافة تكون سخنة والعسل بارد تماما. هندخله بقى التلاجة يبرد كده براحته، يعني ساعتين 3 لحد ما نبتدي نحضر في الكنافة. انا هستخدم الكنافه المجمده. طبعا زي ما انتوا عارفين بالنسبه يعني ان انا عايشه بره طبعا في ايطاليا، فما فيش طبعا الكنافه الفريش خالص او الكنافه الطازه، فاحنا بنجيب الكنافه اللي هي بتكون مجمده. برضو بتدينا نفس الطعم برضو، يعني هتنفع برضو ما فيش مشكله. هنا انا دخلتها الفريزر، لازم يعني نحط قبل ما نستخدمها نطلعها على طول من الفريزر، نبتدي نقطعها بالسكينه، او ممكن تقطعوها قطع صغيره وتحطوها في الكبه علشان تتقطع معاكوا حتت صغيره خالص، يعني تبقى حتت فتافيت خالص، يعني كنت تحسوا كده ان كل شعريه من الكنافه لوحديها. او ممكن كمان تستخدموا مقص المطبخ، مقص الاكل اللي احنا بنستخدمه في الاكل، ممكن كمان يسهل عليكم كتير. وتقطعوا، اهم حاجه ان انتوا تقطعوها قطع صغيره خالص، يعني تبصوا تلاقيها كده فتافيت صغننه خالص بالمنظر دوت. لو هتستخدموا الكنافة الفريش يبقى لازم قبل ما تستخدموها لازم تدخلوها الفريزر مش اقل من ساعة او ساعتين، علشان تكون اتجمدت معاكم، عشان لما تيجي تقطعوها تتقطع معاكم كده بكل سهولة، تقدروا تتحكموا فيها وانتوا بتقطعوها. بصوا انا قطعتها فتافيت خالص، فتافيت صغننة خالص. هنا بقى الكل 450 جرام او نص كيلو من الكنافة هيحتاج لكوباية مليانة كده من السمنة. اهم حاجه بس تكون سمنه نوعها كويس، يعني تكون سمنه بلدي كده طعمها حلو، علشان تديكوا طعم حلو للكنافه. يعني كنافه يعني سمنه. نبتدي بقى نفرك كده ما بين ايدينا الكنافه. اهم حاجه بس ان احنا نغلف الكنافه كويس جدا بالسمنه، عشان لما بنيجي نحط السمنه فالسمنه بتنزل كلها تحت كده في الطبق. يبقى هنجيب كده من تحت لفوق، ونبتدي بقى نفرك كده ما بين ايدينا، نحاول بس ان احنا نغلف الكنافه كويس جدا بالسمنه، يعني ما نسيبش ولا فتفوته صغيره ما تكونش متغلفه كده بالسمنه. هنا بقى لو انتوا حابين تزودوا معلقتين كبار كده من السكر البودره، او ممكن ربع كوبايه من عسل الشربات اللي احنا عملنا له كنافه، ممكن تزودوا، بس انا ما ضفتش. انا خليتها كده هو بس عشان ما تبقاش يعني مسكره زياده عن اللزوم. ومعايا بقى صينيه دهنتها كده معلقتين كبار كده من السمنه البلدي، وهي الصينيه دي مقاسها 28. ونبتدي بقى نرص الكنافه كده، وعلى قد ما نقدر ان احنا نبططها كده يعني بصوابعنا. دي اهم خطوه في الكنافه علشان تطلع زي اللي احنا يعني نشتريها من بره، تطلع كده مرسومه كده اهوت. ولو في اي فراغات كده في النص نحاول بقى نملاها كده اهوت. واهم حاجه نبطط كده بصوابعنا لحد يعني ايه ما تبصوا تلاقيها ان هي خلاص اتبططت.
دي اهم خطوة في الكنافة عشان تطلع الكنافة كده مرسومة معاكم زي اللي انتوا بتشتروها الجاهزة من بره. اهم حاجة تظبطوها كده، لو في اي حاجة في الجوانب حاولوا ان انتوا تنزلوها بصوابعكم علشان ما تتحرقش في الفرن. وكمان جبت قطع كده من البلاستيك عشان بس ما تلزقش يعني الكنافة في الطبق، وابتديت ان انا برضو اضغط كده واسويها علشان تاخد كلها طبقة كده متساوية، كلها تبقى سوا واحد. هندخلها بقى الفرن، لازم الفرن طبعا تكون شغالة قبلها على درجة حرارة من 170 ل180. هي بتقعد معاكم من 20 دقيقة ممكن لنص ساعة حسب درجة حرارة الفرن عندكم، ممكن تاخد أقل كمان من نص ساعة. هنا عشان تتأكدوا وتعرفوا إن هي خلاص استوت، هتبصوا تلاقي إن هي فصلت من الجوانب، وانتوا ماسكين كده هتبصوا تلاقي إن هي بتتحرك كده في الصينية، يعني كده إن هي كمان فصلت من تحت، إن هي كده استوت. لو ما خدتش لون من فوق وخلاص هي استوت من تحت، يبقى افتحوا عليها الشواية علشان تاخد كمان لون ذهبي كده حلو من فوق. ابتديت بقى انا احط، ضفت عليها الشربات. طبعا زي ما انتوا عارفين لازم يكون الكنافة لسه طالعة من الفرن والشربات يكون ساقع علشان تديكوا سنة قرمشة كده من فوق وتكون طرية من تحت. اهم حاجة لازم يكون الشربات بارد والكنافة سخنة. هنا بقى انا هقطعها، طبعا انا ما صبرتش عليها ان هي تبرد طبعا، يعني يوم ما بنعمل الكنافة دي بيبقى يعني يوم جميل، عشان انتوا عارفين طبعا ان احنا عندنا هنا في ايطاليا لما بنعمل اي حلويات من الحلويات الشرقية بيبقى يوم كده، بيبقى يوم حلو. هنبتدي بقى نقطعها كده، شايفين قد ايه هي جميلة وكمان متماسكة وشاربة كل كمية الشربات، واخدة كده طبقة حلوة اوي من فوق، طبقة قرمشة جميلة، وكمان طرية من تحت، يعني في منتهى الجمال. ريحتها بجد ريحتها جميلة جدا، يعني اعتقد لو انتوا اشتريتوا صينية كنافة من بره هتكون طبعا سعرها مكلف جامد. النهاردة عملناها كده بكل سهولة وبسيطة، وما خدتش مننا ولا وقت ولا مجهود، وكمان مش مكلفة خالص. لو عاوزين كمان الكنافة تكون طرية معاكم، يعني ما تكونش واخدة طبقة قرمشة كده من فوق، تكون طرية يعني من فوق زي تحت، يبقى أول ما تطلع من الفرن بعد ما تسقوها بالشربات غطوها لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة، هتطرى معاكم، هتاخد من بخار الكنافة وهتطرى معاكم. وبس كده. وكمان كنت عايزة أقول معلومة صغيرة، لو انتوا حابين كمان تعملوها صيامي، عشان احنا الأيام دي في أيام الصيام، كل سنة وانتم طيبين، يبقى مفيش أي حاجة هتتغير في الوصفة غير السمنة بس. بدل ما هنستخدم سمنة بلدي يبقى هنستخدم كوباية من السمنة النباتي. لو عايزين تضيفوا أو تستخدموا سمنة مع زبدة مفيش أي مشكلة، لكن أنا مش بفضل إن انتوا تستخدموا زيت مع سمنة أو مع زبدة، لأن الزيت هينشف معاكم الكنافة. وبس كده. أتمنى بجد إن يكون فيديو النهاردة يكون عجبكم. جربوا الكنافة السادة بالطريقة دي، ولو حتى الكنافة ما كانتش بتظبط معاكم في الأول، أنا متأكدة إن بعد الفيديو ده هتظبط معاكم 100%. شايفين بقى الكنافة واخدة لون حلو ازاي، وكمان طعمها في منتهى الجمال، لازم تجربوها بالطريقة دي. وكده احنا وصلنا نهاية فيديو النهاردة، اتمنى يكون فيديو النهاردة يكون عجبكم. جربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم فيها ايه، ومتنسوش بقى تحطوا لايك وشير للفيديو، واشوفكم تاني على خير في فيديو جديد، وباي باي.